ملك القلم، شاعر لا يملك الا قلمه. سقفوا له الالماني. ازيك يا اسطى، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا مش طول عليك لان الفيديو ده مش محتاج ان انا اتكلم فيه، انت هتتفرج عليه وهيعجبك ان شاء الله. بس عندي عتاب بسيط جدا عشان انا بقالي فتره ما بقولش عايزين نوصل الفيديو 5000 لايك او كده. احنا بقالنا كتير ما بنوصلش 5000 لايك على اليوتيوب، يا رجاله يعني في حاجه. لا يكون في حاجه. لا يعني الفيديو ممكن يوصل ل 50000 فيو او حاجه زي كده. 5000 واحد بس يعملوا لايك يعني عشان الفيديو يعلى شويه. فبس يعني يا اخويا صلي على النبي كده في الكومنتات واعمل لايك للفيديو ويلا بينا نبدا الفيديو. شبلانكا وسط عتمة الليل بدور عليكي، اتاريكي فوق في السما مش لاقيكي. اخر اعمالي. عمود نور انا ولا ايه يا معلم؟ اقصد قمر، ممكن تسمحي لي اتسلل اليكي واعرفك بنفسي؟ عرفني يا عم، هو نهار باين من اوله. معاكي الشاعر العامي علي ابو العيله، 38 سنه، مطلق، عندي عربيه 128 معدله، تزيد نور لو قعدت جنبي وخدتك في رحله سريعه من مصر القديمه. اهلا وسهلا يا عم. يزيدني شرف وتزدادي جمال لو عرفتني على نفسك. انا يسرا اللوزي، 30 سنه، من المانيا. يسرا اسمك زي النسمه، كله راحه وسهوله، واللي يسمعه يحس ان الدنيا بقت اهدى. سنك مميز جدا، وطبعا الجمال ده لازم يعيش في المانيا. تحياتي ليكي. ميرسي، ربنا يخليك. ممكن اعرف ايه السبب انك تكوني في المانيا؟ شغاله تمرجيه هناك. عذرا، تمرجيه دي اللي هي ممرضه؟ اكيد. اسف ليكي، انت شغلك ما ينفعش يتقال عليه تمرجيه، انت ملاك نزل من السما عشان ينقذ ارواح المواطنين. انت يا يسرا لازم تعرفي كده كويس جدا. مالك مخستع كده مش تكتب ايه بقى طه. وانت بقى شغال ايه؟ شاعر، قلتلك شاعر مثقف له العديد من الكتب. ايوه، شغلانه الشاعر دي بتجيب همها يعني؟ مش فاهم، لو سمحت ممكن توضيح؟ يعني الشغلانه دي تفتح بيت؟ اختلف معاكي اولا يا يسرا، الشعر مش شغلانه، الشعر احساس، فنان ينطلق بعنه الى السماء، ليملئ الارض كلمات عميقه لا يفهمها الا الفنانين. تحياتي ليكي. بس انا ما احبش الشعراء. ليه طيب كده يا ملكه؟ مش عارفه، بحس كل من هب ودب وكتب كلمتين قال على نفسه شاعر. اتفق معاكي، في الكار بتاعنا ده كله بقى يقول على نفسه شاعر، لكن صوابعك مش زي بعضهم يا يسرا يا جميله. يعني انا ساعات بألف شعر كده ابقى شاعره؟ واو جميل، انت فنانه كده يعني. يا ريت اتزوج من مثلك فنانه بتقدر الفن. اسمعك اخر اعمالي؟ يا ريت. شعر ادبي عربي ولا شعر عربي اعجمي؟ شعر شعبولي كده، كنت بوصف بيه حال الدنيا. لا انا عايزك تشعبول لي العمليه شويه يعني. روعه، اتلكي يا عنانك. ابدا يعني؟ اتفضلي. يصحني يا زملاء مش البطل ما تقدر ضمن مع الاخصام يصرخ بالخش له التم يا ابننا بعركي بحكم عدم يا جهات اتقاظ وهقبله لازم تدراز ونستحمل اسحب سكينه على اخصامي. يا ريت تديني رايك. كلام ما يليقش على جمالك وانوثتك. ما هو ده الشعر الشعبولي، ان لازم اركب شخصيه مش شخصيتي. تسمع عنه؟ طبعا، بس مش ملم بيه قوي. تحياتي ليكي. سمعني انت اخر اعمالك. اخر استحضار ليا كان عن بلدنا الحبيبه. الله، انا بجد بحب الشعر الوطني. سمعني، انا سو اكسايتد. عينيا، البلد دي زي الام، لو جاعت احنا نجوع معاها، ولو ضحكت كلنا نتهنى. التراب فيها اغلى من الذهب، واللي يسيبها يبقى سايب عمره. بلدنا يا ناس مش مجرد مكان، دي حكايه في القلب محفوره. اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. تحياتي ليكي. بس اعذرني يعني، ده شعر ضعيف موت. ليه كده؟ بعد اذنك ما تتناقش معايا، انا شايفه كده، ده رايي. خلاص براحتك طبعا. تحياتي ليكي. انت قبل كده فكرت في الهجره؟ لا طبعا، ما اقدرش اسيب بلدي حياتي، من غيرها هضيع. يا خساره، احنا هنا في المانيا بندور على مفكرين بمرتب 6000 دولار شهريا. ولو يا هاني، ما انا ما اقدرش اسيب بلدي واروح للعدو برجلي. لو كل المبدعين اللي زيي سابوا بلدهم وراحوا للغرب، مين يبدع؟ تحياتي ليكي يا هانم. انت واخديني في الكلام ولا ايه؟ ما قلتليش حضرتك انت لقيتي نصك التاني ولا لسه؟ لقيت طبعا، بس للاسف ما كملناش. غبي افندم؟ غبي وحمار. هو مين يا عم؟ تليك يا يسرا، تليك غبي ان هو يسيب الجمال والاناقه دي. انسانه واثقه في نفسها مبدعه، انا لو شفته ابصق عليه واقول له انك ما تستاهلش الجوهره دي. يا عم الشعب المصري يعدي عليه واحد يتف في وشه. مش الشعب المصري بس، الشعب العربي كله يعدي عليه يبولوا على وجهه. انت فاهم غلط، انا اللي خلعته. يا مفتريه، ده ليه كده؟ كان راجل.
يعني ايه كان راجل؟ هو عيب يعني ان جوزك يبقى راجل؟ طبعا انا اوبن مايند وهنا مفيش الكلام ده. لا توضيح لو سمحت. هحكي لك موقف يا سيدي عشان تفهم العقليه اللي كنت متجوزاها. اتفضلي. هو شغال في شركة ريل استيت وكان بيكلمني المدير بتاعه في الشغل مش بيحبه ومصمم انه ما يكملش في الشغل، ولما جه اشتكالي زعلت قوي عليه. جميل، كلنا بنمر بمواقف مشابهة. ما كملش اسبوع يا واد يا علي ولقى المشكلة اتحلت، الاقيه جاي يقول لي انا مش قادر اكمل معاكي بدل ما يشكرني. ده شخص اكمل مع حياتي؟ لا طبعا، ده شبه بعد جوع اتمكن منك هو كده بالظبط. ساب ان مشكلته اتحلت وبدا يركز على حاجات تافهه ويقول لي انت ازاي تبعتي نودز لمديري وتخونيني وحوارات هبله كده. يعني ايه نود؟ صور عارية؟ اه بالظبط. هو طنش بقى ان حليت مشكلته بيقول لي اني خاينه. لا ماليش حق الصراحه، انت ضحيتي عشان تحلي مشكلته، هو ما قدرش كده، بس الصراحه يعني الموضوع ده يضايق. اوعى تكون بتفكر زيه والله هديك بلوك. لا انا مش كده، انا بحب التحرر والمتحررين. تحياتي. تحياتي ليكي. هو فعلا ما كانش ينفع ياخد معاكي موقف، انت برضو ما عملتيش حاجه غلط، دي صور زي اي صور، انت معلش يعني ما نمتيش معاه عشان حاجه زي كده ولا ايه؟ لا ما انا نمت معاه بعد ما جوزي سابني. ده ليه بقى؟ عشان يطردوا بالشغل. مشكلة انك هيدهم عزيم. Later. في ايه يا عم؟ عمالة ابعتلك وانت مش بتردي، انت بخير يا يسرا؟ اه بس مشغولة شوية. ليه في ايه؟ في حاجة مضايقاكي؟ انا بفكر انزل مصر. يا الف مرحبا، يا ريت والله مصر تنور ببنتها. انت هتنزلي تقعدي فين بقى عشان لو موافقة نتقابل؟ لا انا معرفكش عشان اقابلك. ما تعرفنيش؟ شكرا يا مدام يسرا، انا ما كنتش مستني منك كده. مالك في ايه؟ انت زعلت؟ عارفه لما تبقي بتعزي حد وبتحبيه اكتر من نفسك في الاخر يقولك انا معرفكش؟ احساس وحش قوي، عمري ما كنت اتخيل انك تعملي معايا كده. هو انا قلت لك حاجه غريبه يعني؟ انا فعلا ما اعرفش عنك حاجه عشان اقابلك. ارجوكوا يا يسرا سيبيني لوحدي، انا فعلا عماله ابكي، انا عمري ما بكيت غير في وفاه والدتي بالطريقه دي. قول حاجه طمني عليك، قول فين الاقيك، مشتاق لعينيك وبموت من شوقي ليك. قول اي حاجه، قول اي حاجه، ما تسيبنيش كده. في ايه يا عم؟ صلى على النبي. عليا افضل الصلاه والسلام. انا كان قصدي انك ما شفتنيش ولا انا شفتك. شفت صورك واللايف بتاعك اللي بتطلعيه ومشارك فيه دايما. طيب ماشي انا ما شفتكش، مش برضو لازم اعرف شكل اللي بتكلم معاه؟ انت كده بتاخدي بالمظاهر، انا عاوزك تعرفي اللي في قلبي وتخشي جواه وتسكني. انت اوفر ليه؟ انا عاوز اشوفك، هرن عليك فيديو كول نتكلم سوا دلوقتي واشوفك. مش هينفع، انا دلوقتي في الشغل. شغل ايه؟ انت مش قلت انك شاعر ومش بتشتغل؟ لا انا الصراحه شغال، بس شغال في شركه مقاولات. اهو انت بتخبي عني حاجات. لا والله ما جاش وقت مناسب اقولك فيه. طيب تمام. انت زعلتي؟ اه. ارجوكي ما اقدرش اعيش، خلاص هكلمك. خلص روح ونتكلم يلا عشان نكمل. حاضر انا مروح اهو. أجنبي أهو قمر 14 أهو، أجنبي أهو أجنبي أهو قمر 14 أهو، عمره ما بيزعل حتى ايه الحلاوه والجمال ده؟ سبحانه وتعالى خلق ملاك على الارض. يا فانيلاتك مالها؟ انت اول كلام بيني وبينك تلبس لي فانيلا؟ بحب اخد راحتي معاك، بس بجد انت جميله قوي حبيبي يا مان. كده انا ينفع اقابلك صح؟ لا طبعا انا لسه ما اعرفش عنك حاجه. عاوز تعرفي ايه طيب؟ انت سبت مراتك ليه؟ خانتني. انت كمان عندك مشاكل في شغلك؟ لا مش القصد، هي مش شرط تكون خانتني مع راجل تاني، الخيانه مش نوم في السرير فقط، عذرا يعني. ازاي يعني؟ يعني انا مثلا لو قلت لك يا يسرا انا عمري ما هعمل كده واعملها يبقى انا خنتك. وبعدين حصل ايه؟ كانت بتسمع كلام امها كتير قوي والناس اللي حواليها. ازاي يعني؟ هو انت هتنقطني بالكلام؟ كانت مصممه ان انا انزل اشتغل وان اصرف على البيت. هو ده ابن الوسخ، هو ده اللي قتل. هو انت ما كنتش بتعمل كده؟ هي كانت شغاله وبتصرف على البيت وما كانش عندها اعتراض، وانا كنت باخد معاش ابويا والايجار وبساعدها، لولا ما ربنا ينتقم منها قعدت تلعب في دماغها وتقول لها خليه ينزل يشتغل. جاهله عاوزاني انزل اشتغل وابقى موظف وكده بالنسبه لها انا ناجح. ده ايه الهم اللي هناك يا لهوي؟ انت كنت بتخلي مراتك تصرف عليك ومش بتشتغل؟ ما ينفعش يا يسرا انزل اشتغل وابقى فنان، انا دلوقتي في اسوأ مراحل حياتي عشان شغال. انت هتستهبل في ايه يا شريف؟ انا مش مصدقه نفسي. ليه في ايه؟ انت مؤسس جروب العواطليه. هو عيب الست تساعد جوزها؟ تساعد جوزها ايه يا راجل؟ الكلام ده لو هي نازله تساعد فعلا، لكن انت بتقولي هي بتصرف على البيت وانت اللي بتساعدها. احنا الاتنين واحد، مش مشكله مين يساعد التاني. ومعلش يعني دي مش نفس الافكار اللي بتقولها لي عن التحرر. انا مش ضد شغل المرأة، بالعكس انا شايف انها لازم تشتغل، مش تقعد لي 24 ساعه في البيت. يعني انا لو اتجوزت كان خليني انزل اشتغل؟ طبعا، اما اللي هتاكلي وتشربي ببلاش.
انا ضد مبدأ الجواز بعد الطلاق، اصلا انا بدعم المساكنة. حبيبي يا مساكنة، انت بتسخري من كلامي وانا مش بحب الطريقة دي، حاسك شخص تاني. اصل سوري يعني انت نزلتي من نظري، انا بحب الراجل يكون اوبن مايند بس مش قوي كده. وفيها ايه يعني؟ كل ده عشان طلبت منك انك تنزلي تشتغلي؟ لا انت بتقولي اصرفي عليا. والله العظيم طلباتي مش كتير، انا عاوز اكله حلوه من ايديكي دول وسهره لذيذه بس. وانت ايه اللي خلاك تنزل الشغل دلوقتي بعد ما كنت عاطل؟ بعد ما مشيت خدت كل اللي ورايا واللي قدامي، بقيت مديون والفلوس اللي بتجيلي مش بتكفي، فاضطريت اترك قلمي وانزل شغل العوام. يا اسطى انت شاعر فاشل، سيبك من الكلمتين دول، كمل شغل وبطل عبط. ست ايه اللي تصرف عليك يا عل؟ استرجل شويه. كلامك بذيء خلي بالك يا يسرا، انا ما استاهلش منك كده. يا اسطى انت اللي استفزتني، اعمل لك ايه؟ انا اسف اني طلعت اللي في قلبي ليكي، انت عرفتي زياده عن اللزوم. انا اسفه عموما، انا دلوقتي عليا ضغوطات طلعتها عليك، اسفه. انا مسامحك طبعا، الفنان لازم يقدر الفنانه اللي زيه. برضه هيقول لي فنان. خلاص انا اسف، مش فنان، حقك عليا. انت مضغوطه ليه؟ الصراحه يا علي انا فعلا مضغوطه، انا لسه راجعه من عند الدكتور توماس مولر، من فتره عملت حادثه ولما رحت المستشفى قالوا لي انك عندك كفاره سخيليه. ده ايه ده؟ فرع من فروع امراض الزهايمر، وانت اكيد عارف الفروع بتاعت المرض دي كتيره اكتر من فروع بلبن ذات نفسها. ولسه راجعه من عند الدكتور فقال لي انك هتنسي حاجات كتيره. استهدي بالله يا يسرا ما تقلقيش. طب المرض ده ملوش علاج؟ انا ممكن اسفرك بره مصر. انت متخلف ولا ايه يا معلم؟ انا بره مصر اصلا. سوري نسيت. يعني مثلا ناسيه دلوقتي ايه هي عاصمه السودان؟ فكرني بيها يا صاحبي. الخرطوم. حطه في تيز. انا ماما يا ليلة الادب، انت اتبسطت؟ جمع الخرطوم ايه ياض؟ خراطيم. نوني ده انت مبسوط، مش هقولها لك يا عيل. الصراحة انا بحب الشتيمة. انت مازوخي؟ الصراحة ايوه يا يسرا، انا بحب الست تسيطر عليا. يا سلام لو الست دي تكون انت يا مولاتي. احا كرنج. انزل بص رجلي ياض. هاو ياض. هاو انا كلبك يا يسرا. هاو انا هولع في نفسي. وانا اللي مضيع الفيديو كله في الشارع والعبط ده انت مسخره. فيديو ايه؟ اصل الشات بتاعك ده متاخد سكرين شوت من اول ما اتكلمنا لغايه دلوقتي، وبينزل على قناه عبد السوني على هيئه فيديو والناس بتضحك بقى وبتاع. يسرا انا مش بحب كده، ارجوكي ما تعمليش كده. وكمان انت ليه ما قلتليش؟ ما انا قلت لك بنسى بقى، انت عبيط ولا ايه؟ تخيل اني نسيت كمان اقولك اني ولد. حلوه. انت مش عاوزه تكملي معايا فبتخلعي بالشياكه. عموما شكرا جزيلا. يخرب بيتك بجد، برافو عليك، انت كشفتني شخصيا بس يعني. اسف لروح المحقق كون اللي جواك، بس انا ولد. ايه ده؟ انت جوزك دخل عليكي ولا ايه؟ جوزي ايه يا كلام؟ فانا ولد قلت لك. ولد متحول ايه ده؟ من الضحك.